بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدا معاكم باذن الله برج الدلو ان شاء الله. طبعا اول حاجه هنبدا طبعا نبدا بفنجان برج الدلو ان شاء الله. نبدا معاكم برج الدلو شهر 9 باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه لو اول مره تخش قناتي يا ريت تشترك فضلا وليس امرا، ويا ريت اللايكات يا جماعه عشان لايك بيرفع الفيديو فضلا وليس امرا برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندك برج الدلو ان شاء الله. تعالى بسم الله ما شاء الله، فنجانك جميل جدا عندك بسم الله ما شاء الله. الرزق يعني انت رزقك ما شاء الله ما شاء الله. الفنجان شوف عامل ازاي، كله رزق يعني الحمد لله. رزقك حلو باذن الله ما شاء الله. الشهر ده عندك رزق جاي لك ما شاء الله باذن الله. يعني انت في خط العمل بتاعك ان شاء الله، في ان شاء الله في رزق ورزق واسع يعني. بالنسبه للمال ان شاء الله ربنا يرزقك الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله. في اول 10 الدنيا تفتح ليك جامد يعني. الدنيا كل حاجه تفتح ليك فلوس ومال ان شاء الله. بس انت عندك حاجه واحده بس. انت عندك طبعا يا برج الدلو البعض منكم اكتر يعني نسبة 80% من برج الدلو عندهم حسد. نسبة الحسد عندكم عالية اوي 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 يا برج الدلو. معلش هو ده اللي بيعمل عندكم حاجات بنعكس في شغلك وبنعكس في صحتك. طبعا انت يا برج الدلو معلش هو الحاجة الوحيدة اللي عندك، في بعض منكم صحته تعبانة جدا جدا. عندك دايما ارهاق، كسل، هبوط من اقل حاجة. النفسية عندكم اليومين دول ما تزعلوش مني برضو، نفسيتكم فيها تعب. النفسية عندكم مش مظبوطة ليه مش عارفة. نفسيكم مش مرتاحة، مشغول دايما، بالكم مشغول، فكركم مشغول. حتى في العمل برضو في عندكم انت الحمد لله ربنا رزقك بمال وكل حاجة. بس انت عندك العمل يعني ما عندكش طاقة اللي انت تديها للعمل، او عندك كسل من ناحية العمل او كسل من الحياة عموما كلها. ده مؤثر طبعا على شغلك ومؤثر على بيتك ومؤثر مع الشريك. طبعا الحمد لله بينك وبين الشريك فيه هدوء الى حد ما يعني. ايه الحمد لله الوضع مستقر اهو بس ان زي ما قلت لك اهو الوضع مستقر، فيه هدوء الفتره ديت يعني. الحمد لله فيه هدوء شويه تمام. وانت بتحاول تسيطر على الشريك يا برج الدلو في حاجات كتير تمام. بس انت عندك اللي زي ما قلت النفسيه اصلا باينه في فنجانك خالص يا برج دلو، ان انت نفسيتك مش يعني تحس ان انت مهما تحس في حاجه كده خانقه، في حاجه زي اللي بيقولوا طبق على صدرك كده قفله يعني. في عندك قفله كده من حاجات كتير، بس ان شاء الله خير. وعندك طبعا في الحياه العاطفيه عندك انت بالنسبه ليك انت والشريك طبعا العاطفيه عندك عادي، كله عادي مشي حالك بمعنى اصح زي اللي بيقولوا كده. بالنسبه للشريك المتزوجين يعني العادي كل حاجه ماشيه وخلاص. بس انت كان عندك مشاكل يا برج الدلو كتير، ولسه في عندك مشكله كبيره قوي قوي قوي، هي ديت اللي مسيطره عندك على شغلك او حاجه اهي. في مشكله كبيره بس ان شاء الله خير يعني هتتحل باذن الله. بس انت العكوسات بتاعتك زي ما قلت الحسد هو اللي موقف كل حاجه عندك يا برج الدلو تمام. بالنسبه لبرج الدلو برضو عندك محكمه اهو. عندك محكمه، في محكمه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، بس تحكم لصالحك باذن الله برج الدلو ان شاء الله خير باذن الله. اهو بعد نقطتين يعني ممكن الشهر الجاي، هي في حدود الشهر الجاي يعني في اخر الشهر الجاي، او ممكن الشهر ده يعني. المهم ان انت في محكمه وان شاء الله دايما بتظهر لك يا برج الدلو، دايما عندك محكمه. المحكمة دي تحكم لصالحك، هي سبب مشكلة اكترها سبب مشاكل يعني، والله اعلى واعلم، او نزاع او حاجة يعني. ان شاء الله خير باذن الله تمام. طبعا يا برج الدلو عندك كمان بص في الحياة العاطفية عندك علاقات ثلاثية يا برج الدلو. انت عندك علاقة ثلاثية الفترة ديت. العلاقة الثلاثية هي اللي يعني معلش هي اللي فاتحه لك يعني مخلياك يعني مستقر في الفترة ديت. بالنسبة للشريك يعني انت بتتقبل العلاقة الثلاثية دي يعني
موجودة عندك يا برج الدلو، هي اللي مخلية العلاقة بينك وبين الشريك تستمر. تمام. او انت بتميل للعلاقة الثلاثية اكتر من العلاقة اللي هي ايه الثنائية، اللي هي عن الشريك يعني عموما. بس انا نصيحة مني بلاش العلاقات الثلاثية يا برج الدلو، وحاول ان انت تحذر وتفوق لحياتك اكتر من كده. بس انت لا بتقول انا مرتاح كده، مفيش حاجة اسمها انت مرتاح كده، لازم تاخد قرارك يا برج الدلو، يا ابيض يا اسود معنى صح. وعندك كمان في كلام كتير عليك يا برج الدلو، كلام كتير قوي قوي قوي، ناس كتير بتتكلم عليك. وعلى فكرة الناس ديت اقرب الناس ليك انت، مش للشريك. على فكرة الكلام عندك انت من ناحية قرايبك انت، مش قرايب الشريك. تمام، عشان ما تقولوش ايه ده قرايب الشريك وبتخربي لا 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 لا. هو من ناحية قرايبك انت، مش سايبينك في حالك، بيتكلموا عليك. تمام. وعندك طبعا في البيت مثلا، في بيتك الفترة ديت عندك ان شاء الله ان شاء الله في سفر عندك ان شاء الله الفترة اللي جاية ديت، في حد عندك هي في تغيير مكان سفر، ممكن للشريك. تمام. سفر تغيير اللي هيغير حياتك جذريا يعني يا برج الدلو، هيغيرها 100 درجة 100%. يعني انت تتنقل نقله كويسه كويسه جدا جدا يا برج الدلو. من اول شهر 10 باذن الله في عندك انفتاحه حلوه يا برج الدلو، عندك ان شاء الله خير زي ما انا قلت لك، الخير وكل حاجه. بس انا زي ما قلت لك اهو، دايما في واحده من قرايبك هي قاعده اهي، قاعده قدام بيتك، دايما هي اللي بتتكلم عليك يا برج الدلو ومش سايباك في حالك، دايما تقول قال وعاد وعمل وسوى ومبطلش، بتقولش عليك الا الوحش، ما تقولش في حقك اي حاجه حلوه خالص، ما بتفتكرش ليك اي حاجه حلوه خالص يا برج الدلو. معلش بس انت عليك الاستحمال، لان انت عندك شجره اهي، عندك الصبر اهي. بص يعني ربنا دايما في بيتك، يعني انت دايما هم يقولوا ويعيدوا بس انت دايما ربنا بينصرك عليهم. بس انت احلى حاجه فيك يا برج الدلو، انت عامل طناش، ان انت والبرج الوحيد اللي طنش، ما عندوش فضول يعرف كل حاجة. احلى حاجة فيك يا برج الدلو انت دايما منفض، بمعنى صح، مش عامل لأي حد اعتبار، يعني بتكبر دماغك بمعنى صح، ودي حاجة حلوة. ما بحبش الناس بقى اللي تحشر مناخيرها في كل حاجة، دي اللي سيبك منها. بس زي ما انا قلت لك الحسد اهو موجود عندك كتير قوي قوي يا برج الدلو، اهو في مشكلة انت شايلها على راسك قوي قوي اهي. شوف بقى ده القاع بتاع الفنجان ده، عندك مشكلة انت شايل همها بطريقة، يعني انت نفسك، يعني هي بتحاول في صيغ كتير مفتوحة ليها، بس انت عايز، بس لسه انت ما خدتش قرار. انت بتاخد قرارك وبترجع فيه كل شوية، تاخد القرار وترجع فيه. بالنسبة ده المشكلة دي بتخص العمل عندك، عايز تغير من شأن العمل اللي انت بتشتغل فيه او حاجة، عايز تاخد قرار ومش قادر ان انت تاخده. تمام. بس انت بدأت توصل يعني لطريق النجاح، اللي انت توصل للطريق اللي انت تعرف تشتغل فيه، في الشغل ده، في العمل ده. تمام. بس النصيحة بناخد الخطوة إيجابية، لأنك انت خلاص يعني انت بدأت توصل للنهاية، وخلاص اللي انت هتطلع من المشوار ده او الموضوع ده وبتاع العمل الشغل ده، ان شاء الله ربنا ينصرك على الشغل ده، وهتبقى هتخش لحاجة احسن ان شاء الله. ده هيوصلك لحاجة احسن، وربنا يرزقك من الموضوع اللي انت بتفكر فيه ده يا برج الدلو، ان شاء الله ربنا يرزقك منه رزق كبير، ويفتح لك سكك لحاجات كتير، شغل حلو ان شاء الله. وعندك طبعا فرحة في قلب بيتك ان شاء الله تعالى، في فرحة قريبة ان شاء الله، يا اما حد ان شاء الله، حد من قريب ليك في فرحة، في جواز يعني ان شاء الله. الف مبروك وربنا يسعدكم جميعا. بالنسبه ليك يا برج الدلو، حاول ان انت اليومين دولت ما عدتش تفكر كتير عشان صحتك، بالله عليك ان صحتك مش عجباني يا برج الدلو. وكده الفيديو خلص معاكم. اهم حاجه ما تنسوش بقى في اللايكات، لان اللايك بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.